تعرف إن أكبر نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها هي نعمة اتخاذ القرار أو القدرة على اتخاذ قرار؟ طب تعرف إن اللي أنت عايشه النهارده ده بسبب قرارات واختيارات أنت خدتها في الماضي، واللي هتعيشه بكرة هو بسبب شوية قرارات واختيارات أنت برضه هتاخدها في الوقت الحاضر؟ طب تعرف إن هما عملوا تجربة على شريحة معينة من الناس، لقوا إن الناس بتندم على القرارات اللي ما أخدوهاش مش على القرارات اللي أخدوها. طب تعرف انت انه الناس اللي ما بتعرفش تاخد قرار بيحسوا انه حياتهم هم ما عندهمش سيطرة عليها اصلا، وبيكونوا ناس مش سايقة حياتهم، لا حياتهم متسألهم، وبيكونوا تابعين للناس اللي عندهم القدرة على اتخاذ القرار، بدل ما هو اللي يكون سايق حياته بتتساق من اشخاص اخرين من غير ما بياخد باله، عشان هو ما عندوش الجرأة او القدرة على اتخاذ قراره. طب تخيل معايا كده، لو انت بقيت من الناس اللي بتعرف تاخد قرارات في حياتها بجد. طب تعرف لو انت اتغلبت على نقطة التردد في انك انت تاخد قرارات في حياتك، طب تعرف اصلا عدم اتخاذ القرار او عدم اتخاذك لاي قرار في حياتك ده في حد ذاته هو انك انت بتاخد قرار بس قرار سلبي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تكن كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. الناس دول عملوا ايه؟ بمنتهى البساطة جدا ما عملوش حاجة، حياتهم ضاعت بسبب ان هم نسيوا ياخدوا قرارات ونسيوا يلتزموا ونسيوا. فبمنتهى البساطة جدا كل اللي انت محتاجه انك تعرف ازاي تاخد قرار. وفي الفيديو ده من برنامج خطوة بخطوة اللي عايزك تعمل دلوقتي ليه لايك وشير وسبسكرايب زي ما كل الناس دايما بتقول عشان تتابع كل جديد. في الفيديو ده هتعرف اولا هو يعني ايه اصلا قرار، 2 ايه المشاكل اللي بتواجه الناس في ان هم ياخدوا قرارات في حياتهم وازاي تتغلب على المشاكل دي، رقم 3 هل في حلول عملية اقدر انا اطبقها وانفذها على الارض خطوة بخطوة علشان توصلني ان انا اكون جامد في اتخاذ القرارات بتاعتي واكون بني ادم بعرف اسوق حياتي مش حياتي بتتسألي. كل ده واكتر منه في حلقة النهاردة من خطوة بخطوة. اهلا بيك في اول فيديو من برنامج خطوة بخطوة، واللي هيساعدك انك فعلا تغير حياتك للافضل. ولكن علشان بمنتهى البساطة جدا نفيد اكبر عدد ممكن من الناس، عايزك تعمل لايك للفيديو وشير وتعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. اول فيديو هنتكلم فيه عن القدرة على اتخاذ اي قرار في حياتك. في الفيديو ده هنتكلم عن 4 حاجات. 1 هو يعني ايه اصلا قرار. 2 هو هل في انواع للقرارات؟ في انواع القرارات. ايه انواع القرارات؟ طب يا اسلام هنعرف الجزء الثاني. الجزء الثالث المشاكل اللي بتواجه الناس في ان هم اصلا ياخدوا قرار. اما النقطة الرابعة هي الحلول العملية اللي تخليك عندك المقدرة على اتخاذ قرارات في حياتك بدون اي نوع من انواع التردد. فتعال بينا نبدأ مع بعض. اول حاجة رقم 1 هو يعني ايه اصلا القرار. شوف، القرار هو انك انت تكون عندك القدرة على انك انت تختار اوبشن من الاوبشنز اللي قدامك او بديل من البدائل اللي قدامك. بمعنى ابسط، والله انت قدامك 4 شغلانات، اختار انا واحدة فيهم وبناء على ايه وازاي اقدر اصلا يكون عندي القدرة ان انا اختار على ده، سواء اذا كان في شغل، سواء اذا كان في جوازة، سواء اذا كان في خلفة، سواء اذا كان حتى في اي حاجة في حياتك. الفكرة كلها انك انت تكون عندك القدرة انك تقول للاوبشن ده ولا لبقية الاوبشنز، للطريق ده ولا للطرق التانية. ودي فكرة القرار. وخلي بالك قراراتك واختياراتك هي اللي بتحدد مستقبلك ومصيرك شكله عامل ازاي. اللي بيفرق بني ادم ناجح من بني ادم مش ناجح هو ايه؟ هو ان البني ادم الناجح ده بيعرف يسوق حياته وبيعرف كمان ياخد قرارات وعنده القدرة انه ياخد قرارات وبدون تردد، وتلاقيه جامد قوي وصارم قوي لما بيجي ياخد اي قرار. اما النوع اللي بيفشل في حياته هو البني ادم اللي مش قادر ياخد قرار، بيتردد مليون مرة لما بيجي ياخد اي قرار. وده هو فكرة او تعريف يعني ايه قرار. اما بقى النقطة التانية هي ايه انواع القرارات يا اسلام؟ شوف، في نوعين من القرارات، في قرارات صغيرة وقرارات كبيرة. والقرارات الصغيرة دي انت بتاخدها كل يوم في حياتك، زي هلبس ايه، هاكل ايه، هخرج فين، هروح فين، هقابل مين، هصاحب مين، هعمل ايه. كل دي قرارات صغيرة. على قد ما انت هتمرن العضلة بتاعت اتخاذ القرارات الصغيرة على قد ما القرارات الكبيرة هتعرف تاخدها بمنتهى القوة. طب ايه القرارات الكبيرة؟ القرارات الكبيرة زي مثلا الجواز، زي مثلا الخلفة،
زي مثلا الشغل، زي مثلا التعليم، زي مثلا حاجات كتير بتأثر على شكل حياتك ومستقبلك بشكل كبير. وهنا تيجي النقطة المهمة، إنك أنت لازم تفهم إنه فكرة اتخاذ القرار هو إنك أنت تكون عندك القدرة إنك تختار حاجة من حاجات كتير قدامك بدون ما يكون عندك تردد. وتفهم بقى أهم مبدأ، المبدأ ده بيقول إنه البني آدم اللي عنده القدرة إنه ياخد قرار في حياته هو اللي سايق حياته، واللي مش قادر ياخد قرار في حياته متساق في حياته. وبده بيولد عند الناس دي مشاعر سلبية مش طبيعية، مقارنته مع الآخرين ونظرته للناس وثقته في نفسه بتقل، كل ده علشان مش قادر ياخد قرار. طب سؤال، هو إيه المشاكل يا إسلام؟ ودي النقطة الثالثة اللي هنتكلم فيها في الفيديو بتاعنا. هو إيه المشاكل اللي بتواجه الناس بتخليهم ما عندهمش القدرة على إن هم ياخدوا قرار في حياتهم؟ 5 مشاكل أساسية، وطلع بقى ورقتك وقلمك وتعالى معايا عشان هنتكلم في أهم جزئية في الفيديو دلوقتي. رقم 1، أول مشكلة هي مشكلة التردد. أنا متردد بسبب إيه؟ بسبب إن أنا خايف أفشل. هل القرار ده صح ولا غلط؟ هو القرار ده كويس ولا مش كويس؟ دكتور ياسر الحزيمي بيقول الخوف قبل التجربة عجز. أي إنسان بيخاف قبل ما ياخد قرار وقبل ما يجرب بيبقى عاجز. وعلى رأي حزلقوم، يا عم مش يمكن لما أجرب أطلع بعرف؟ وهي دي الحقيقة فعلا. هو أنت ليه بتقعد تفكر في الموضوع 2000 مرة قبل ما تاخد قرار؟ الفكرة كلها إن خوفك من الفشل بيؤدي إلى حتمية الفشل. تقول لي إزاي؟ هقول لك. البني آدم اللي بيخاف يفشل بيخاف يجرب، والبني آدم اللي بيخاف يجرب بيفضل وضعه كما هو عليه. ولو الوضع ده مش عاجبك حياتك هتفضل مش عاجباك. يا راجل انت اساسا بتاخد قرار عشان مش عاجبك الوضع اللي انت فيه وعايز تحوله لوضع احسن. طب تخيل بقى انت خايف تفشل في المستقبل، طب ما انت كده كده دلوقتي حياتك مش عاجباك وبتاخد قرار عشان تروح لحتة احلى. طب انت هل عاجبك انك تفضل في الحتة اللي انت فيها؟ لو الاجابة لا، يبقى انت محتاج اولا تتغلب على نقطة الخوف من الفشل، وتفهم اهم حقيقة انه بمنتهى البساطة جدا مفيش قرار صح وقرار غلط، في قرار بيكبر وقرار بيعلم. الناس اللي بتاخد قرارات صح بتكبر، والناس اللي بتاخد قرارات غلط بتتعلم دروس في حياتها. اقول لك على حاجة، لما تروح تشتغل شغلانة اقول لك والله احنا عايزين واحد عنده خبرة بقاله 5 سنين. عارف ده معناه ايه؟ عايزين واحد بيغلط بقاله 5 سنين. انت فاهم؟ علشان يدوله مرتب اعلى من واحد ما غلطش. فالفكرة كلها ان القرارات الغلط هي اللي بتكون لك الخبرة في حياتك. فرقم 1، ما تخافش انك انت تفشل، وما تخافش انك انت تاخد قرار غلط. رقم 2، المشكلة التانية هي التفكير الزايد في القرار. شوف، عقل اي بني ادم بيبقى عنده نظامين في التفكير. نظام اسمه نظام التفكير بدون تطبيق، وده اللي انت بتقعد تفكر في القرار بدون ما بتاخده وبدون ما بتمشي فيه. فتقعد بقى تفكر في عقلك جوه دماغك، طب لو حصل كذا، طب ولو بعد ما حصل كذا لو حصل كذا، يا لهوي، طب بعد ما حصل كذا. وعقلك بيقعد ساعتها يصور لك كل المشاكل. في قاعدة بتقول لما بتكون في الثينكينج مود أو في نظام التفكير بدون تطبيق، عقلك بيوجد لك كل المعرقلات في القرار اللي انت هتاخده. طب ايه الحاجة التانية؟ هو التفكير أثناء التطبيق. وهنا عقلك بيقول لك مش انت خدت القرار ومشيت فيه، تعال بقى ندور على الحلول. وهنا عقلك بيفكر بمنتهى الإيجابية وبيوجد لك حلول. ان انت تفكر بزيادة في اي قرار قبل ما تاخده، في قاعدة بتقول the more you analyze the more you paralyze. يعني كل ما بتفكر بزيادة اكتر كل ما عقلك بيتشل وما بيقدرش ياخد قرار. فدي النقطة التانية، هي التفكير الزايد. طب رقم 3 ايه؟ اتكلم معاك بصراحة، دي أكبر مشكلة عند كتير من الناس. اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إنك تكون عامل حساب لكلام الناس أو مستني تشجيع من الناس علشان يشجعوك في اتخاذ قرار معين. ودي أكتر مشكلة أنا كإسلام كنت بعاني منها زمان. شوف، الناس ما بيعجبهاش حد، و99% من الناس تفكيرها سلبي. وأكبر دليل على كده إنك لما تيجي تاخد أي قرار في حياتك ومستني تشجيع من حد تلاقي كله بينظر، وتحس انه الناس في وقت من الاوقات بقوا بيربطوا الحكمة بتاعتهم ما شاء الله بالقرارات السلبية او بالكلام السلبي اللي يديهولك ويكسروا مقاديفك. يجي واحد يقول له والله انا هشتغل في وظيفة معينة، يقول له يا عم هو الوظائف دلوقتي بتجيب فلوس؟ طب خلاص بص انا هروح افتح مشروع.
انت تعرف كام واحد فتح مشروع السنه اللي فاتت ومشروع خسر؟ طب خلاص انا هسافر بقى اي دوله بقى وربنا يكرم. يا عم انت تعرف كام واحد سافر واتغرب ورجع فبيأمر عيش؟ طب شوف انا هقعد جنب امي بقى وهي تصرف عليا وتبقى عالة على اهلك يا مجنون؟ طب اول انا هنتحر واموت نفسي وتموت كافر انت عبيط. الناس مش هتسيبك في حياتك. فما تستناش تشجيع من حد وانت رايح تاخد قرار. الكل بيشجع لما بتوصل، مفيش حد بيشجع في السكة. فنصيحة مني ليك، بلاش تكون عايش تحت رحمة الناس. بلاش يكون قراراتك في حياتك مربوطة بتشجيع الناس ليك، لأنك انت هتفضل في مكانك. وده أنا بتكلم عن الناس اللي سالكة ونيتها صافية. في ناس تانية مش سالكة، في ناس تانية مش عايزينك تنجح. بصراحة تعال نتكلم بصراحة، بعض الناس كده الصراحة وكتير من الناس دي بتكون موجودة في حياتنا. وعارف ليه مش عايزك ينجح؟ لأنه نجاحك، أو مش عايزك أنت تنجح، لأنه نجاحك اتهام صامت ليه بالفشل. يقول لك يا لهوي لو إسلام نجح، لا احبطه اديله. صح ولا مش صح؟ وبنواجه الناس دي مش كتير طبعا، ولكن في بعض الناس بتفكر بالطريقة دي. وخلي بالك انت اللي بيكون عندك ساعتها مشكلة. وبمنتهى ببساطة جدا، لو قعدت تعمل حساب لكلام الناس هتعيش في سجن انت مش متخيله. وللأسف الناس دي هتمشي بعد شوية من حياتك. وتعال احكي لك على حاجة، لو رجع بيك الزمن 5 سنين كان في ناس انت كنت تعرفه؟ الإجابة الناس دي النهاردة موجودة؟ الإجابة لأ. طب كنت بتعمل حساب لكلامهم؟ الصراحة انت متخيل؟ عشان كده نصيحة مني ليك، لما تيجي تاخد قرار في حياتك اربط القرار دي بالأهداف اللي انت عايزها، مش بالأشخاص اللي انت تعرفهم. لأنه أهدافك باقية ولكن الأشخاص زائلون. ودي الحاجة الثالثة. أما المشكلة الرابعة بقى هي عدم وضوح الهدف أو الحاجة اللي انت عايز توصل لها، وعلى أساسها انت عايز تاخد قرار النهاردة. فكرة انك انت مش عارف انت بتاخد القرار ده ليه وبتاخد القرار كده وخلاص، ده بيخليك ما تبقاش ملتزم بالقرار ده، وده بيخليك تتردد 2000 مرة في انك تاخد القرار ده. عشان كده لما تيجي تاخد قرار في حياتك اسأل نفسك سؤال: أنا باخد القرار ده ليه؟ وهيأثر على حياتي بشكل عامل إزاي؟ وإيه الحاجة اللي أنا نفسي أوصل لها؟ طب الحاجة دي أنا عايزها فعلا واضحة قدامي. ساعتها هيكون عندك الجرأة والقدرة على اتخاذ القرار بسبب وضوح الحاجة اللي أنت نفسك توصل لها. أما المشكلة الخامسة والأخيرة هو إن أنت بتخاف يا حبيب قلبي من إنك أنت تلتزم بعد اتخاذ القرار ده. هنا بقى دي مشكلة. ناس كتير بتيجي تاخد قرارات يقعد يفكر يقول لك يا لهوي ايه، انا لما هعمل كذا وهاخد القرار ده الحوار عايز مني شغل وعايز مني التزام وعايز مني مسؤولية وعايز مني كذا وعايز مني كذا. طبعا فكرة انك انت تبقى فاهم انه اي انسان بياخد قرار دي مسؤولية وده التزام منك، دي اهم حاجة في الدنيا. عمر حياتك ما هتكون احسن الا اذا كنت انسان ملتزم، والا اذا كنت انسان مسؤول. والناس المسؤولة والملتزمة هم دول الناس اللي بيعرفوا ياخدوا قرارات في حياتهم. وخليني اقول لك على حاجة بمنتهى الوضوح اللي في الدنيا: انت الوحيد المسؤول عن حياتك ومفيش حد تاني مسؤول عنها. فبمنتهى البساطة جدا، لو انت انسان ما عندكش حب لشيل المسؤولية او الالتزام مش هتعرف تكون بتاخد قرارات في حياتك. ودي المشكلة الخامسة. طب تعالى بقى نتكلم في اخر جزئية. طب يا عم اسلام، انت قلت لي يعني ايه قرار حلو، وقلت لي انواع القرارات الصغيرة والقرارات الكبيرة، وقلت لي المشاكل. تقدر تقول لي حلول؟ طبعا هقول لك حلول وانا هسيبك كده يعني. تعالى بقى يا عمي اقول لك على اجمل واروع حلول ممكن تساعدك ويبقى عندك المقدره انك انت تاخد قرار في حياتك. 4 حلول واكتبهم ورايا. رقم 1: قاعده ال5 ثواني. ايه قاعده ال5 ثواني دي؟ لما تكون قاعد تاخد قرارات صغيره، مش بتكلم عن قرارات كبيره، قرارات صغيره، ما تاخدش 5 ثواني وخد قرار ايا كان. هلبس ده ولا ده؟ ما تقعدش تفكر كتير، انا هلبس ده وخلاص السلام عليكم. كل ما انت بتكون قادر انك انت تمرن عقلك على اتخاذ قرارات بسرعة، كل ده ما بيساعدك انك انت تقوي العضلة بتاعة اتخاذ القرار عندك. ودي او ده اول حل. طب الحل التاني هو انك انت بمنتهى البساطة جدا اول ما تاخد قرار تنفذه على طول. ما تاخدش قرار النهاردة تقول هنفذ بكرة. ليه؟ لانك انت لما بتيجي تاخد قرار بتكون متحمس وبتكون سخنان انك تعمل الحاجة. لما بتأجلها لتاني يوم حماسك انك انت تنفذ القرار ده بيقل، وده ممكن يخليك تتراجع عن اتخاذ القرار نفسه. ودي النقطة التانية. الحاجة التالتة: لما تيجي تاخد قرار فكر بالعكس. ازاي يعني يا اسلام؟ هقول لك انا. لما تيجي تاخد قرار وتكون محتار شوية
فكر لو أخدت عكس القرار ده هيأثر الموضوع ده في حياتك بشكل عامل ازاي؟ هتلاقي نفسك بتتخيل السيناريو اللي هو هيحصل لك في عدم اتخاذك للقرار، وده هيساعدك انك تعرف ان القرار اللي انت هتاخده ده هيفيدك ولا مش هيفيدك، وده هيساعدك في انك تعرف تاخد قرار بمنتهى السرعة. اما الحل الرابع وهو الحل السحري، بمنتهى البساطة جدا، يا عم ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ مشكلة كتير من الناس انه لما بيجي ياخد قرار ما بيبصش لفكرة أسوأ حاجة ممكن تحصل، بيبقى عايز دايما أحسن حاجة. لا، انت فكر بس في أسوأ حاجة واعمل ايه؟ خد قرار على طول. لأن بمنتهى البساطة جدا كتير مننا ما بيقعدش يحسب أسوأ حاجة ممكن تحصل ايه، كذا كذا كذا، أموري تمام مع الأسوأ، يلا ناخد قرار دلوقتي ونبدأ. والأربع حلول دول فرقوا معايا كتير في حياتي. ولكن في نهاية الفيديو خليني أقولك على حاجة مهمة جدا. لو عايز تكون من الناس اللي بتعرف تاخد قرارات في حياتها، لازم تفهم إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والبني آدم علشان بمنتهى البساطة جدا يقدر يسوق حياته محتاج يكون عنده القدرة على اتخاذ قرار. نصيحة مني ليك، بلاش تكون متساق في حياتك، بلاش تكون من الناس اللي عايش تحت رحمة الآخرين، وبلاش تكون من الناس اللي بتخاف وبتتردد في اتخاذ قرار. بمنتهى البساطة جدا، خطوة بخطوة كل يوم مرن عقلك على اتخاذ قرارات صغيرة كتير. خطوة بخطوة كل يوم حاول تتغلب على التردد في اتخاذ قراراتك والخوف من الفشل. وتأكد تماما إن أكبر نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بيها هي نعمة القدرة على اتخاذ قرار. واوعى تحرم نفسك من النعمة دي، لأن نعمة هتوصلك لكتير من الأهداف اللي انت عايز توصل لها في حياتك. ربنا يكرمك. ابدأ من النهاردة في انك انت تمرن عقلك وتمرن نفسك على انك تاخد قرارات حتى لو صغيرة علشان تكون جامد في نعمة اتخاذ القرار.